المسؤولين طبعا لبوا نداء لواحد من الجماهير طلب المسؤولين ووفروا تذاكر لجماهير نادي النصر، والحمد لله حقيقة الأمور والأجواء ما عكرت صفو اللقاء قبل البداية ولا حتى أيضا بعد النهاية. لكن الصراحة يا جماعة الخير للأمانة جماهير السعودية هي ملح الكرة في الخليج ولا حد يختلف على ذلك. خلونا نشوف كيف كان الملح قبل ما نعرف كيف كان الغرام من أهل الزعيم. بعد يمكن اكثر من 10-11 سنه البطولات الاسيويه، اليوم انتم موجودين في الدوحه، مواجهه كبيره مع نادي السد. ان شاء الله الفوز العالمي باذن الله 2-0 ان شاء الله، وعلى السد ان شاء الله، وفي استاد جاسم بن حمد ان شاء الله 2-0. ما تشوفها كبيره عليكم شوي؟ لا صحيح اليوم مباراة اليوم راح تحدد صدارة المجموعة، لكن ان شاء الله متفائلين بالنصر وان شاء الله راح يقدمون المستوى باذن الله، وان شاء الله العيال يقدمون اقصى ما عندهم وان شاء الله 3 نقاط باذن الله. والله المباراة صعبة لكن باذن الله نصراوية باذن الله. الخوف واضح في العيون بالنسبة للنصراوية اليوم. ما في خوف ان شاء الله. ليش ما في خوف؟ ان شاء الله واثقين من الفوز، هذا العالمي. على عيني وراسي، لكن اعتقد ان الوضع اليوم العالمي مو هو العالمي اللي قبل. هذه بطولة العالمي ان شاء الله. هذه البطولة ان شاء الله. ما تشوفها صعبة عليك؟ لا مو صعبة، على العالمي مو صعبة. بدأت أعصابكم تتشنج من البداية ويا نصراوية شكلكم مش واثقين اليوم. لا ابد واثقين، مهزومين فايزين واثقين. صعب عليك، خلينا نتكلم بواقعية. مو صعبة، الحين احنا ماسكين الملعب، شوف في اول الدقائق واحنا ماسكين الملعب وان شاء الله فايزين اليوم. والبطاقة أعتقد بأنها يجب أن تكون باللون الأحمر. الزرعوني عطى أحمر لأن اللاعب متجه تماما إلى المرمى. أشوفك مهموم وشايل هم وكرت أحمر أول للنصر، شو اللي صاير معاكم الحين؟ والله النصر لاعب كويس الشوط الاول، يعني كانت فرصته في الشوط الاول، والان انا عارف انه الشوط الثاني بينزل النصر يعني مضغوط من السد، وهذا اللي صار يعني. الكرت الاحمر الان وصل لمدافعكم. انا قريب منه، انا شفته غير صحيح الكرت الاحمر. غير صحيح ليش؟ اللاعب منفرد خذ الكوره منه يوسف. لكن الكوره ما يواصل اللاعب، يعني مو متمكن من الباب. بس خذاها براسه وقدر انه كان ممكن ينفرد. مو منفرد بس مو متمكن من الباب، يعني ما له هجمه يعني على تكون هدف يعني. على العموم قرار الحكم نتقبله يعني، لكن اهم شيء ان النصر يقدر يعني ايش؟ بيأثر عليكم الكرت؟ اكيد بيأثر الكرت، لكن ان شاء الله ان المدرب يقدر يعني يوازن الدفاع. الان قلب الدفاع يعني مطرود، لكن ان شاء الله النصر قادر يعني يحافظ على النتيجه باذن الله. طرد للاعب النصر الحين، اعتقد ان اموركم بدات تسوء في المباراه نوعا ما. انا ما اعتقد يا جمال ان النصر لو يغيب منه 2 أو 3 بس تركيز بالملعب وشويه يعني ابو عمر يهدي شوي، ان شاء الله يكون اموره طيبه ان شاء الله. ابو عمر شوي، حسين عبد الغني متنرفز ملاحظ عليه شوي بس يهدى شوي. ياما قدام الرائد في الدوري لعبنا ناقصين 20 دقيقه وقدرنا نفوز، يهدي ابو عمر ان شاء الله نفوز. لا تقارن الدوري السعودي بدوري ابطال اسيا، انت تقابل زعيم قطر اليوم. معليش بس هذا اول عالمي في القاره، اول عالمي في القاره الاسيويه، هذا اول عالمي يا جماعه. عالمي من كم سنه؟ عالمي من كم سنه وسيبقى عالمي وان شاء الله رد هذا هدف؟ لا ان شاء الله هذا هدف، لا اول هدف. جمال لا عبد الله قد يا جمال، عبد الله قد.
بيجي الهدف التعادل وبيجي الفوز. انتم ناقصين، واذا ما يزيد عليكم الهدف هدفين بعد. جاي في الطريق. انت وايد متفائل. متفائل بالعالمي. جاي متفائل بالعالمي والتحكيم سيء مثل ما قال. شلون التحكيم سيء؟ الكرت الاحمر ما كان صحيح؟ لا ليش ما كان صحيح؟ كان منفرد اللاعب. ما كان صحيح. الهجمه انفراده لكن الضربه ما هي من الخلف، لمسه خفيفه اللاعب مثل لازم انه يحصل كرت احمر لان اللاعب كان منفرد. من لمسه يعني طاح. خلنا من الكرت الاحمر، تسجل في مرماك هدف، شلون بتعوض؟ قول لي. لا ان شاء الله نعوض ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعوض النصر. الوضعية اللي تعيشونها الحين وضعية جدا سيئة، هدف عليكم. السد اليوم سيطر الشوط الثاني خصوصا بعد الطرد. احنا ما نقابل نادي السد، احنا قاعد نقابل الحكم المباراة. ليش الحكم؟ الكرت الاحمر مش صحيح. اخوي الشوط الاول حسين عبد الغني اعيق اعاقه من عبد القادر كيتا، الكرت اصفر قدام العالم. ما ادري احنا نلعب ضد السد ولا ضد الحكام. باقي نص ساعة ان شاء الله الفريق رغم النقص ان شاء الله بيعدل. ليش ما نقول انه في هدف ثاني حق السد؟ لا ان شاء الله النصر كبير وبيظل كبير. انت ناقص. لا انت المطرود من عندك. لا حتى ولو النصر كبير.